مصانع بنجلاديش تحديدا كان يمكن اقدم من الوقت اللي احنا فيه ده شويه، كان بيحصل فيها مصايب وحاجات غير ادميه بسبب ان الناس بتدي اقل من الحد الادنى للاجور، وبتخلي الناس المحتاجه الفقيره اللي هم شغالين في المصنع يشتغلوا اكتر من 24 ساعه، لغايه ما في بعض الاحيان كانت فعلا الناس بتتهلك وبتموت اثناء الشغل. فقبل 6 أعوام انهار مصنع رانا بلازا هناك وتوفي أكثر من 1000 شخص، وكانت التهمة عدم الاستثمار في تدابير السلامة، لأن كل شيء كان يجب أن يكون رخيصا. صارت كوارث كثير زمان بسبب أصحاب المصانع كانوا يستغلوا العمال. واحدة من القصص ب 2013، هذا صاحب المصنع في مدينة دكا بنى طابقين زيادة على مصنعه بشكل غير رسمي، خلى المصنع يوقع ويموت أكثر من 1000 شخص. بل في واحد كان عنده مصنع مشهور جدا في بنجلاديش قبض عليه لان المبنى بتاعه المصنع اتهدم وناس ماتت جوه المبنى، لان هو قرر ان هو يبني دورين زياده عن المسموح عشان يزود انتاجيه، يزود ناس اكتر ويكسب فلوس اكتر. يعني باختصار شديد الصناعه اللي انت بتلبسها